الموبايل ده حرفيا صفقه ممتازه بالنسبه للسعر اللي هو فيه، وكمان فتره كده وهيبدا يخف من السوق، فيفضل انك تفكر شويه لو انت هتجيب موبايل بنفس السعر ده. والموبايل هو السامسونج A34. فبدايه كده ما تنساش لايكك وسبسكرايبك ويلا بينا نبدا. الموبايل جايب نفس التصميم اللي بنشوفه من سامسونج الفتره الاخيره مع خامات من البلاستيك، بس المره دي بلاستيك نظيف شويه، ده بجانب وزن تقريبا 200 جرام. وبعيدا عن التصميم والخامات فهو جاي 5G. الموبايل كمان جاي مقاوم للميه والغبار بشهاده الIP67، يعني يقدر ينزل تحت الميه لعمق متر ونص ساعه وما يقولش غرق. فعند نقطه الحمايه دي الشركه مركزه معاها حبتين ثلاثه. شاشه السامسونج A34 للاسف جايب نوتش، يمكن ده مش معاصر حاليا في الفتره دي، بس يمكن باقي مواصفات الشاشه تخليك ما تفكرش عادي في الموضوع ده، لانك عندك الشاشه جايه من نوع سوبر اموليد بمساحه 6.6 انش وبكواليتي الفول اتش دي بريفرش ريت 120 هرتز. ويمكن اللي يضايق هنا شويه في الشاشه بعيدا عن النوتش ان الحواف نفسها كبيره حبتين، خاصه الحافه السفليه. لكن في العموم كشاشه فانت هتشوف الوان ممتازه بسبب السوبر اموليد مع سلاسه الوجه اللي هتشوفها بسبب الريفرش ريت 120 هرتز. ولو هتلعب العاب او هتشوف افلام ومسلسلات فالشاشه هنا مش هتحس معاها باي تقصير. ده كله كان من حيث الشاشه. لما نتكلم على عصب الموبايل اللي هو المعالج، هتلاقي المعالج اللي جاي في الموبايل ده جاي من شركه ميديا تك من نوع دايمنستي 1080، وده طبعا بمعماريه 6 نانو، وده اللي موفر معاك شويه في الطاقه. والمعالج ده من حيث الاستخدام اذا كان خفيف او متوسط او حتى استخدامك تقيل فمش هتواجه معاه مشاكل، ولو انت مهتم بالالعاب فهو هيأدي برده معاك في الالعاب ومش هتشوف منه تقصير. وتخيل المعالج ده مع الريفرش ريت 120 هرتز مع واجهه سامسونج، تخيل الاداء نفسه هيبقى عامل ازاي. كمان عندك معالج الرسومه من نوع مالي جي 68 MC4. ولما نتكلم في لعبه مثلا زي بابجي موبايل فالموبايل ده هيلعب معاك لحد 60 فريم، باختصار هيلعب معاك بسموز وفريمات اكستريم اللي هم 60 فريم، وهيلعب معاك HDR و40 فريم. فلك ان تتخيل اداء المعالج في اللعبه دي هيبقى عامل ازاي. الموبايل كمان بيدعم معاك تركيب شريحتين وكارت ميموري عادي جدا، بس للاسف ما بيدعمش منفذ ال 3.5 مللي الخاص بسماعات الاذن. ولما نتكلم عن البطاريه فالبطاريه هنا 5000 ملي امبير اور مع دعم سرعه شحن 25 واط. وسرعه الشحن دي في الموبايل يمكن مش افضل حاجه، لكن للاسف ده اللي متعودين عليه من سامسونج في اخر فتره. هي 25 واط ستيل مش اضعف حاجه، بس في شركات تاني باقل من سعر الموبايل ده وهتلاقي سرعات الشحن فيها بتوصل ل 67 واط. عندك كمان سماعات الموبايل ده جاي ستيريو واللي هتاخد منها انقى صوت في السعر ده. ومن حيث مستشعرات الامان فانت عندك البصمه هنا جايه مدمجه في الشاشه، وده بجانب الفيس انلوك. وعموما بصمه سامسونج اللي احنا متعودين عليها مش هتقابل فيها اي مشاكل وصاروخيه حرفيا في الاستخدام. ولما نروح لنظام التشغيل فانت عندك الموبايل جايب اندرويد 13 مع واجهه سامسونج الوان يو اي 5.1، وطبعا تقدر تعمل ابديت لاندرويد 14 عادي جدا. ولما نروح بقى للكاميرات فانت تاخد كاميرات ادائها كويس جدا بالنسبه للسعر اللي موجود في الموبايل ده. عندك 3 كاميرات خلفيه، الكاميرا الوايد 48 ميجا بكسل فتحه العدسه f1.8 وده بتدعم المثبت البصري OIS. اما الكاميرا الثانيه اللي هي الالترا وايد جايه 8 ميجا بكسل وفتحه العدسه f2.2. اما الكاميرا الاخيره الكاميرا الماكرو جايه 5 ميجا بكسل فتحه العدسه f2.4. وعندك الكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل فتحه العدسه f2.2. وفي المجمل هتاخد من الكاميرات اداء كويس بالوان سامسونج اللي احنا متعودين عليها، ومن الاخر مش هتشوف تقصير بالنسبه للكاميرات في السعر ده. اما من حيث تصوير الفيديوهات فانت تقدر تصور فيديوهات لحد ال 4K وكمان فول اتش دي لحد 60 فريم في الثانيه. وعندك كمان تصوير فيديوهات اتش دي لحد 480 فريم في الثانيه اللي هو سلو موشن يعني. سيبنا بقى شويه من الكاميرات ونتكلم عن باقي مواصفات الموبايل. انت عندك باقي المواصفات، اول حاجه عندك مايك اضافي لعزل الدوشه، وده علشان الطرف الثاني اللي بيكلمك من خلال المكالمه يسمع صوتك كويس، تكون يعني الدوشه اللي حواليك معزوله. اما من حيث باقي المستشعرات فانت عندك للاسف مستشعر التسارع والقرب عن طريق السوفت وير، وعندك باقي المستشعرات العاديه اللي هم البوصله والجيروسكوب. وكده تقريبا كان كل حاجه عن الموبايل. دلوقتي هقول لك العيوب والمميزات عشان تكون عرفت كل حاجه عن الموبايل وتفكر كويس قبل ما تشتري. بالنسبه للعيوب فاولا انت عندك حواف الشاشه كبيره، فلازم تخلي بالك من نقطه زي كده. وكمان عندك النوتش بتاع الشاشه ده شكل قديم شويه مش معاصر مع الفتره دي، فكان ممكن لو كان جيب ثقب بالكاميرا الاماميه كان هيخلي شكل الموبايل افضل. والعيب اللي بعد كده لو انت بتستخدم سماعات واير كتير فهتلاقي ان للاسف الموبايل ده ما بيدعمش منفذ 3.5 مللي عشان تستخدم السماعات بتاعتك، لكن هتضطر هنا انك تستخدم سماعات وايرلس زي سماعات البلوتوث والكلام ده كله. العيب اللي بعد كده في نقطه الشحن واللي هي 25 واط، وطبعا دي مش افضل سرعه شحن حاليا ولا بسعر الموبايل ولا في 2024. اخر عيب واللي مش هيحبه بعض الناس اللي هتشتري الموبايل ده وهي ان علبه الموبايل ما فيهاش راس شاحن. لما نروح بقى للمميزات فانت عندك المميزات كتير بصراحه، خاصه ان انا قلت لك ان الموبايل ده اصلا صفقه بسبب السعر اللي هو فيه. اولهم مثلا ان ده ارخص موبايل مقاوم للميه والغبار بشهاده الIP67 ويقدر يستحمل معاك لو نزل في الميه والكلام ده كله، فانت ما فيش موبايل بسعر زي ده جايب معيار امان بشهاده الIP67. ثاني حاجه واللي ما قلتهاش معاك في المواصفات ان الموبايل بيدعم معاك خاصيه NFC. طبعا ناس كتير بدات تستخدم الخاصيه دي مؤخرا فهي موجوده عندك لو انت بتستخدم NFC كتير. الميزه اللي بعد كده وهي ان البطاريه 5000 ملي امبير ودي اللي هتكمل معاك اليوم مرتاح جدا. كمان عندك
عندك المعالج مع واجهه سامسونج هتشوف منهم اداء خرافي في السعر ده. والميزه المهمه بصراحه ومش بنشوفها كتير في الفئه السعريه دي وهي ان الموبايل جاي صوت ستيريو. لا والصوت الاستيريو اللي هنا متوصين بيه، هتاخد انقى صوت حرفيا منه. وميزه كمان في الشاشه ما قلتهاش معاك في المواصفات وهي انك عندك سطوع الشاشه 1000 نيتس، وده يخليك تشوف شاشه التليفون كويس جدا تحت اشعه الشمس المباشره. ده بجانب ان الشاشه هنا كبيره اصلا 6.6 انش وبكواليتي الفول اتش دي، والاهم انها سوبر اموليد، والاهم اكتر برضه انها 120 هرتز. فهو مفيش تقصير في الشاشه غير الحواف بس والنوتش. غير كده بصراحه كنت هتاخد رؤيه ممتازه على الشاشه دي. واخر ميزه معانا وهي ان الكاميرات هتاخد منها اداء كويس جدا اذا كان في الكاميرات الخلفيه او الكاميرا الاماميه. ولو مهتم بتصوير الفيديوهات فانت عندك التثبيت البصري، ده اللي هينفعك جدا لو انت منشئ محتوى. لما نروح بقى لعيبه الموبايل فانت طبعا ما عندكش راس شاحن، لكن كل الموجود الموبايل والوصله اللي من نوع تايب سي، وكمان عندك دبوس معدني وكتيب التعليمات. نروح بقى للسعر اللي بسببه خلى الموبايل ده صفقه مثاليه في الوقت ده. الموبايل طبعا متوفر في مصر ضمان محلي، عندك للنسخه ال 128 جيجا مع 8 رام بسعر 11700 جنيه، لكن للنسخه ال 256 جيجا مع 8 رام بسعر 13600 جنيه. وغالبا مش هتلاقي موبايلات تانية بنفس السعر ده هتقدم لك نفس المواصفات ونفس المميزات دي. ولما نتكلم في حته السعر برضو فالاسعار مش ثابته في مصر، ممكن السعر يغلى وممكن السعر يقل، فالكلام ده انا بقوله في كل فيديوهاتي علشان بس يعني ممكن السعر يتغير وترجع بعد كده تقول لي السعر اتغير وانت قلت عليه كان بكذا وبتاع. فعموما لو اتغير فانا في المونتاج هعدل لك السعر، لكن انا بتكلم على فيما بعد ممكن بعد شهر شهرين الموبايل يزيد في السعر او يقل، دي حاجه في علم الغيب محدش ليه حكم عليها دلوقتي. كمان لو انت بتشوفني من السعوديه فانت عندك للنسخه 128 جيجا مع 8 رام بسعر 900 ريال، ولو بتشوفني من الامارات فانت عندك للنسخه 256 جيجا مع 8 رام بسعر 900 درهم، وكمان عندك سعره بالدولار حوالي 244 دولار. انا بس حبيت اقول لك بالسعر بالدولار علشان السعر بالدولار غالبا ثابت، فانت لو في دوله ثانيه تاخد السعر تحول على طول بالعمله بتاعتك ويبدا يطلع لك سعر الموبايل. فبس كده ده كان كل حاجه عن السامسونج اي 34. وهل انت شايف فعلا ان الموبايل ده يستحق سعره فعلا وسط الفئه المتوسطه اللي هو فيه ولا ما يستحقش؟ عرفني رايك تحت في الكومنتات وقول لي رايك فيه عموما لو انت معاك الموبايل، ولو عايز اي مقارنه او عايز اي فيديو عن اي موبايل فاكتب لي تحت في الكومنتات وانا هعمل ده في اقرب وقت ممكن. وبس عشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.